اخوان، معلومة مؤكدة لا ترقى الى الشك. الشيخ عن قضية سوريا، الضربة قائمة لا محالة، لكن الضربة مو على مود يقتلون بشار، لا، حتى يقتلون المجاهدين السوريين ويقوون نظام بشار. لحظة جاكم اخوان، اسمعني الخطة قاسم سليماني، اسمعوها زين وافهموها اللعبة. قاسم سليماني في الضربة راح يفجرون مركز زينب في الشام. كافل المرقد لو انا قائد الكافل، بالرقب زينب امانه من ابو فاضل، انقل وصور مباشر وضرب الحاصل، خاسر اللي وصلها خاسر بشر القاتل. في عام لقتل اهل السنه بالجنوب وبغداد باشراف وتخطيط وتمويل من الحرس الثوري الايراني وميليشياتهم في بغداد وفي الجنوب وفي العراق وفي طرف بغداد. احنا نقول لهم اذا سووها هاي الخيام ماكو داعي ومنصه ماكو داعي. والجواب سيدنا محمد يقول لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اذا لقيتموه فاثبتوا. اذن هذا الامر نشيل المنصه هاي، نشيلها ونشيل خيم ونقول لهم الجواب مثل ما قال هارون الرشيد الكلب الروم، الجواب ما ترى لا ما تسمع. احنا مو ضعفاء ولا جبناء، والحلم له حدود والصبر له حدود، ليفهم كل مجرم وكل طائفي وكل. والله لنقطع رؤوسهم واحد والله لنقطع رؤوسهم واحد. معلم وما القلب ساحق راسك والحرب، حسيت عمرك ينحسب والجيتك انا امتى. مو ضافين، والله لنقطع رؤوسهم واحد مو ضافين. اما الطائفي اللي يستعين بايران وبامريكا وغيرها حتى يقتلنا يسمعوا المره الاخيره، والله لن هذه المره لن تذهب. الراجز بيه بعد زنب ولك مو اي احد، بالسيف من جده وجدتك قالوا تلقاني. ما اقول تعرفني السما بس شيعة وبن المازمة، ما اقول تعرفني السما بس شيعة وبن المازمة. متربي باحضان الحرب وجفوف حيل معلمة، متربي باحضان الحرب وجفوف حيل معلمة.